أبشع جريمة قتل في تاريخ مصر. الجريمة دي تمت من 14 سنة، ومن كتر بشاعتها الحكم بتاعها اتصور واتذاع على التلفزيون. والله لو كان الأمر لي لكنت أنفذ فيكم حكم الإعدام، أقطع كل يوم منكم حتة. قصتنا بتبتدي سنة 2008 بالقنطرة بالإسماعيلية، مع شاب اسمه وليد خلاص كون مستقبله وقرر ان هو يكمل نص دينه، وطلب من والدته اللي هي تشوف له عروسه. ومن هنا بقى بيقع الاختيار على رندا، بنت من قرية جنبهم، وبالفعل بياخد والدته وبيروح عشان يتقدم، وبأول نظرة بيعجب بيها. لكن البنت ما كانتش موافقة، مع ان اهلها كانوا موافقين بيه جدا لانه شاب شغال وقادر انه يفتح بيه. كانت حجه رندا اللي هي بترفض بيها ان هي ما تعرفوش ولا عمرها شافته، وعشان كده رفضته كذا مره. لكن في الحقيقه هي كانت عاوزه تتجوز عن حب، لكن مع ضغط الاهل في النهايه اتخطبوا واتجوزوا. وليد